السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهارده يا جماعة مفاجأة، حاجة احنا بنرميها في الزبالة، نوى البلح. والله العظيم نوى البلح. انا بعمل الوصفة دي من زمان بصراحة، ولقيت بتجيب نتيجة حلوة قوي معايا. طبعا نوى البلح ما فيهوش اي حاجة، يا دوبك بس بغسله حلو من اللي هو السكريات اللي كانت فيه، وممكن نصفيه ممكن لا، مفيش اي مشكلة يعني، لان كده كده انا هحمصه على النار. وفي طاسه صغيره على قد كده، انا جايبه كميه صغيره، عامله لكم كميه صغيره بس لان انا عندي. وفي طاسه على النار هفضل اقلب فيه لغايه ما تتحرق. تعالوا بقى نروح لغايه البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايب قلبي، ادينا حطيت نوى البلح على النار، وهفضل احمص فيه لغايه ما لونه يسود تماما. سواء نشفته او ما نشفتوش، وكده كده هينشف من الميه اللي فيه. اهم حاجه ان انا اكون غسله كويس اي نوع بلح. مش هحط اي حاجه، هو النوى بس. بصوا يا جماعه، هيبتدي يسود معايا اهو، بس انا عايزاه يسود كله زي كده فكره تحميص حب البني، بس انا بحرق النوى هنا. بصوا برضو عايزاها تسود اكتر من كده، لو عليت عليها هتتحرق معايا بسرعه وكل حاجه، بس طبعا الدخان هتبقى كتير. كده بقت تمام خالص، هو ده اللي انا عايزاه. بصوا عامله ازاي، بقت فحمه. ادوس على الواحده كده بالمعلقه تتكسر معايا اهو. على المطحنه بقى، انا حبيت اصور وانا بضربها في المطحنه، علشان في ناس هتخاف تضربها في المطحنه تبوظ المطحنه. انا وريتكم اهي، مفيش اي مشكله منها، لان هي بقت يعني ايه بعد ما اتحمصت اقل حاجه فيها تطحنها. كفايه كده. بصوا نجيب بس معلقه عشان سخنه. بصوا بقت عامله ازاي، بقت بودره. هنستعملها ازاي بقى؟ عارفين انتوا القطانه بتاعت الودان دي،
او ممكن مثلا خلة سنان واعمل عليها قطن كويس قوي، وبأي زيت عندي متوفر، زيت خروع، زيت زيتون، زيت سمسم، اي زيت ممكن يستعمل في الشعر او للبشرة، مفيش اي مشكلة. هعمل بيه حتة القطنة دي، وهغمسها من البودر اللي انا عملته ده، مش المعلقة كده، وهغمسها بالبودر اللي انا عملته ده، وهمشي بيه على الحواجب. اوكي. لو في زيادات بقى حوالين الحاجب مضايقاني، منديل كده همسحها واسيبه، يعني لغايه مثلا وقت يجي وقت صلاه فاتوضى وكده. انما طول ما انا يعني مفيش حاجه سايباه على حواجبي، شكله مش هيبقى وحش ولا حاجه، ومش هيبان ان انت حاطه حاجه اصلا طالما عملتي الزيادات بالمنديل. دي بيعمل ايه؟ ده بيتقل الحواجب، حاجه طبيعيه جدا وحاجه ببلاش خالص اهو، وبيخليها سودة خالص وبتلمع كأنها طبيعي. يعني من اول استعمال لو سبتيني ده لمدة ساعة مثلا وجيتي غسلتي وشك هتلاحظي الفرق والله من اول استعمال. بالنسبة بقى ان الحواجب تطلع، لو هي حواجب خفيفة وتطلع وتبقى غزيرة وحلوة، ممكن مثلا اسبوع 2 هتبتدوا تلاقوا النتيجة. يا جماعة والله انا مجربة على نفسي، مش هقول لكم اي حاجة كده وخلاص، مش هضركم في شيء. وانا يعني من كتر ما هي الوصفه ناجحه معايا وجميله حبيت اقول لكم، لاني بشوف بنات يعني صغيره في السن بتعمل حواجبها بالقلم، وموضوع القلم ده اصلا بيطير شعر الحواجب وبيخليها مش باينه، فبيبقى يعني منظر مش لطيف. لما تبقى طبيعيه وجميله كده بتبقى حلوه. طبعا لو احنا عملناها بوصفه زي دي هتبقى سهله قوي، وطبعا كفايه ان انت تغسلي وشك ووشك كله نضاره وجمال. عايزاكم تجربوها وتشتركوا في القناة علشان تخشوا تقولوا لي في الكومنتات يا جماعة بعد ما تستعملوها بإذن الله تقولوا لي عملت معاكم ايه. ولو كل واحدة عندها مشكلة ان حواجبها خفيفة واستعملتها ولقيتها جميلة تدعي لي دعوة حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.